بالنسبة لتوقعاتي لمواليد برج القوس العام 2017، هو برج الانفتاح وحب والبحث والرؤية وحب الاستكشاف. يحكمه المشتري للذين يريدون في ظله من الفترة من 22 نوفمبر حتى 20 ديسمبر. هو برج ناري، من مميزاته أنه الكوكب المؤثر المشتري، رمزه رامي السهام اللي هو القوس، يعني العنصر الناري. أهم مميزاته أنه متقلب، ترتيبه التاسع، استقطابه إيجابي. البرج المعاكس له الجوزاء. حجارة الحظ له التوباز، واللون المفضل له البنفسجي. بالنسبة لشخصية برج القوس، هنلاقي أنه برج حيوي محب للاستطلاع والكشف والبحث. نهجه الفلسفي الواسع والشامل يدفعه دائما إلى طرح التساؤلات والبحث عن معاني الحياة. هو منفتح حيوي يحب التغيير والتجديد في حياته. نقاط القوة ليه: يملك روح النكتة، مثالي سخي. نقاط الضعف: يقول أي شيء مهما كان الكلام، رأي دبلوماسي. بالنسبة اللي بيحبوا مواليد برج القوس، هو السفر، الجري في الهواء الطلق، الحرية والفلسفة. ما يكره: التفاصيل، القيود، النظريات، الولازة. بيئته المفضلة في الخارج حيث النشاط والحركة. توقعات مواليد برج القوس على جميع الأصعدة خلال العام الجديد: على مستوى الحب والعاطفة والعلاقات الشخصية، سيجد من السهل على مواليد برج القوس اتخاذ القرارات الرومانسية. عليه ألا يضع القيود على حياته العاطفية خلال العام الجديد. حياته تسير بوتيرة متسارعة نوعا ما. الحب 2017 سيجد من السهل زي ما أنا قلت اتخاذ قرارات رومانسية. علاقات سابقة تطل برأسها من جديد في حياة القوس. عليه ألا يقلق بشأن الماضي ويركز على الحاضر. على مستوى المهنة، العمل سيكون بأكثر مما يتوقع من الأعوام السابقة. عليه أن يهتم ويركز على إنجاز أموره، فرص عمل جديدة. بالنسبة للمال والمادة، هناك صعوبات مادية للقوس، عليه أن ينفق أمواله بحكمة. على مستوى الصحة، جسده مجهد ومحتاج لراحة رغم قواه العقلية الجيدة. توقعات القوس الشهرية: بالنسبة لشهر يناير، سوف ينشغل بعمله والمال الجيد. فبراير سينفق وقتا جيدا مع العائلة والأصدقاء. شهر مارس سيلهو في الحفلات، رغم ذلك سيعمل بشكل جدي. ابريل شهر ممتاز على الصعيد الرومانسي. شهر مايو سيسافر ويبدأ وظيفة جديدة. شهر يونيو شهر صعب على أصعدة كثيرة. بالنسبة للقوس، أحلامه تساعده على التغلب على كوابيس مناماته.